السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أهلا ومرحبا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامج أهل القرآن الكريم. هذه الحلقة حلقة مميزة لأن ضيفنا في هذه الحلقة هو ضيف مميز، وطبعا هذا الضيف الكريم خرج علينا أكثر من مرة واعتدنا عليه أكثر من حلقة أنه يستضيف الناس، ولكن في هذه الحلقة سوف يكون هو الضيف وسوف يحل ضيفا كريما علينا. هذا الضيف الكريم أعطاه الله سبحانه وتعالى بشاشة في وجهه، هذا الضيف الكريم أعطاه الله سبحانه وتعالى بلاغة في لسانه، فتجده خطيبا مفوها وقارئا متميزا. أسأل الله العلي القدير أن يرزقنا وإياه الإخلاص في القول والعمل. دعونا نتعرف على الضيف الكريم الشيخ أحمد سعيد الجمال، نتعرف عليه أكثر، فليعرفنا بنفسه. جزاكم الله خيرا أخي وحبيبي الفاضل. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحبتي في الله، أخوكم العبد الفقير إلى الله أحمد سعيد عبد الفضيل الجمال. الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة تلاوة القرآن وبحفظ كتابه الكريم. الحمد لله الذي أنعم علي بصحبة طيبة مباركة، وحفظت القرآن الكريم منذ نعومة أصفاري على بعض مشايخي رحمة الله عليهم أجمعين، مثل الشيخ أحمد عبد الكريم السماوي رحمة الله عليه، ومثل الشيخ عبد الونيس رحمة الله عليه، والشيخ حبيب العزول رحمة الله عليهم أجمعين. وكل عام وأنتم بخير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. جزاكم الله خيرا على هذه التلاوة المباركة، وأسأل الله العلي القدير أن يتقبل منا الصيام والقرآن، إنه على كل شيء قدير. أترك لكم كالعادة ختام هذه الحلقة وختام هذا البرنامج الذي أسأل الله العلي القدير أن يتقبله منا وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم. اللهم آمين. أحبتنا الكرام، ها هي أيام رمضان قد انتهت، ها هو شهر القرآن قد انتهت لياليه، ها هي حلقات برنامجنا أهل القرآن الكريم انتهت حلقاته بآخر حلقة اليوم. شهر رمضان شهر القرآن، أيامه كلها نفحات،
نسأل الله العظيم أن يبارك في أعمار مشايخنا الكرام الذين شرفونا وحضروا معنا وأمتعونا بتلاوات عذبة، قارئ القرآن مع السفرة الكرام البررة. قارئ القرآن يقال له يوم القيامة: اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية. يعلم الله سبحانه وتعالى من منا سيكون في رمضان القادم ومن منا سيكون في غير ذلك. نسأل الله العظيم أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم، وأن يبارك فيكم أجمعين، ويرزقنا دائما الخير أينما كنا وأينما سنكون. وجزا الله خيرا أخي وحبيبي في الله الشيخ يوسف على هذه الاستضافة الرائعة. وطبعا لا ننسى جزيل الشكر عن من هو خلف الكاميرا، الأستاذ مصطفى صلاح الفقي، عما بدر منه من مساعدات، من محاولة منه أن ينجح هذا البرنامج وأن تنجح هذه الحلقات، سائلين المولى سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الصحة والعافية. ونوعدكم إن شاء الله بتعليقاتكم حول هذا البرنامج إذا كانت هناك سلبيات، ولكنه خطأ مني ومن الشيطان، والله ورسوله منه براء. وكل عام أنتم بخير، طبتم في رعاية الله، فسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته.